هو عمرو ورده لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ ومعاه ورده، سند لورده، ورده والجون، ورده والجون. يا ورده يا ورده، فتح يا ابني في الشباك. في سنه 2011 النادي الاهلي تعاقد مع اللاعب الواعد جدا واللي عنده امكانيات كبيره عمرو مدحت ورده، اللي كان بيلعب مع نادي سبورتنج السكندري وقتها. بعد ما انضم لعب في القطاع وقدم مستويات هايله جدا، لعب مع فريق تحت 17 و19 سنه، وفي موسم 2013 2014 اتصعد للفريق الاول ولعب مباراه في الدوري ومباراه في الكاس، ولكن ما كانش قادر ياخد عدد دقائق كبير وقتها، علشان كده بعدها يطلع اعاره للاتحاد السكندري ولعب معاهم 16 مباراه سجل فيهم هدف. بس بعد انتهاء الاعاره النادي الاهلي قرر ان اللاعب مش هيكمل في النادي ومش هيرجع مره ثانيه، وهنا عمرو ورده قرر انه يتجه لاوروبا وفعلا انتقل للدوري اليوناني. هناك عمرو ورده تالق جدا، لعب لباوك اليوناني ولعب لاكتر من فريق وقدر يثبت نفسه، كان واحد من اهم لاعبي الدوري. وعلى المستوى الفني عمرو ورده لاعب امكانياته جيده جدا، ولكن كعقليه ما قدرش يكمل وما قدرش يقدر يستثمر موهبته دي بالشكل المثالي. ورده سجل على مدار مسيرته 65 هدف وصنع 54 في 332 مباراه. بالنسبه لجناح ده ارقام جيده، والصناعه والتهديف في توازن كبير ما بينهم. وكمان على المستوى الدولي لعب 30 مباراه مع منتخب مصر، قدر يسجل هدفين وصنع هدف، يمكن ارقام ضئيله جدا، ولكن في كاس العالم 2018 قدر يشارك وكان واحد من ابرز لاعبي المنتخب، رغم اننا ما قدرناش نتاهل بس كان لاعب فعلا مبشر جدا. وفي سنه 2019 كان موجود مع منتخب مصر في كاس الامم، وطبعا حصلت المشكله اللي كلنا عارفينها. وحاليا ورده موجود مع نادي لاريسا اليوناني ولعب معاهم في الدوري حتى الان 7 مباريات، سجل هدف وصنع هدف، وحاليا عنده 32 سنه. قول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟